رونالدو يثير غضب الإعلام الإسرائيلي. صحيفة آس الإسبانية تعلن أن رونالدو قام برفض التعامل مع الشركات الإسرائيلية أو حتى ظهور المنتجات معه في المؤتمرات، مؤكدا أن الرفض قاطع لا رجعة فيه. لعيبة النصر السعودي زمايل كريستيانو رونالدو بيقولوا إن في داعية برتغالي مسلم كريستيانو بيتواصل معاه بقاله فترة وبيتعلم منه حاجات في الدين. الكلام ده مش صدفة، في حاجة ملاحظها من فترة إن كريستيانو رونالدو كل ما بيشوف حد بيقوله السلام عليكم. وكمان لعيبة النصر بيقولوا إن كريستيانو دايما بيسألهم عن معنى آيات في القرآن الكريم لما بيسمعهم بيقرأوها، وكان دايما بيبقى مبهور وبيحب يسمع القرآن خصوصا من سلطان الغنام صاحبه في الفريق. أنا حاسس إن هو هيعلن إسلامه، لو ده حصل هيبقى مكسب عظيم خصوصا إن كريستيانو أشهر شخص في العالم وناس كتير بيقتدوا بيه. احتمال كبير تلاقي ملايين دخلوا الإسلام علشانه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. كريستيانو رونالدو يثير الجدل بمتابعة مؤثر إسلامي على إنستجرام. أثارت خطوة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي جدلا واسعا بعد متابعته للمؤثر البرتغالي محمد إبراهيم، المعروف بنشاطه في نشر محتوى تعريفي بالإسلام عبر منصات التواصل الاجتماعي. وبحسب ما أوردته صحيفة اليوم السعودية، فقد رصد رواد موقع إكس صورة تؤكد قيام رونالدو بمتابعة محمد إبراهيم المؤثر الإسلامي، ما أثار تساؤلات حول الدافع وراء هذه الخطوة، وسط تكهنات بوجود علاقة شخصية تجمع الطرفين. ولم تكشف بعد الأسباب الحقيقية لمتابعة رونالدو للمؤثر الإسلامي، فيما رجحت الصحيفة أن تكون هناك صلة مباشرة بينهما قد دفعت النجم البرتغالي لاتخاذ هذه الخطوة.